كده مبسوطين ومعانا متهنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب لو البرنامج دوت او الفيديو دوت، معلش الفيديو دوت عجبكم تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك، تكسبوا فينا ان شاء الله كده خير كويس ان شاء الله. بصوا القرص بتاعتنا دي، احنا الفلاحين بقى، احنا اهل المنوفية. بصوا بقى على القرص بتاعتنا وعلى جمالنا وعلى حركاتنا، بس محدش يضحك علينا. ما شاء الله، الله اكبر، جميلة 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 والله، مش تصوير ومش علشان اي حاجة، بس هي فعلا جميلة جميلة جميلة. بصوا بقى المكونات بتاعتنا البسيطة الصغيرة ديت معلقة سمسم، نص معلقة سمسم على نص معلقة شمر على حبة البركة، نص معلقة سمسم والنص التاني شمر على حبة البركة. كوباية زيت كبيرة، كوباية الا ربع سكر، كيلو الا ربع لبن، وكيس خميرة ومعلقة بودر وسنة فانيليا. هقول تاني، حطينا الزيت اهو، والزيت ده كوبايه، وكوبايه الا ربع سكر، وهنحط كيس خميره، وهنحط كيلو الا ربع لبن، وهنحط نص معلقه سمسم على نص معلقه شمر على حبه البركه. والله جميله 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 وروعه وخطيره كمان، كانت حاجه كده فوق الوصف، كانت ما شاء الله. دي الفانيليا معانا اهيت، حطينا المقادير السايله كلها على بعض، وحطيت البودر كمان على فكره فوق، كنت حطيته على الدقيق بس عادي يعني مش فارقه. معلقه صغيره، دي المعلقه الصغيره مش معلقه كبيره. ونقلب بقى السكر كده عشان يدوب في قلب الزيت واللبن والمكونات السايله كلها احنا حطيناها. صلوا على سيدنا محمد واعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك واسمعوا الفيديو للاخر واصبروا عشان اقول لكم التفاصيل كلها بتاعه العجينه واحده واحده، وهتشوفوها كلها واحده واحده، وهتشوفوا هنعمل فيها ايه، وهنشوف السوا بعد ما تطلع. هوريكم كل حاجه بالتفاصيل، خليكم معايا واعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك واعملوا لي متابعه. صلوا على سيدنا محمد. زي ما انتم ما شايفين كده، من اول الدقيق تاني نقلب فيها كده، نقلب 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 زي ما شايفين كده. نحتاج كمان شوية دقيق، هنحط كمان شوية دقيق. على فكرة احنا خدنا 2 كيلو الا ربع دقيق، يعني احنا استهلكنا في المكونات دي 2 كيلو الا ربع دقيق اهو شايفين. نحط الدقيق عشان هي جت معايا مرقة شوية، فحطيت الدقيق تاني وقلبت تاني لحد ما رجعتها عجينة من اول وجديد، عشان انا لقيتها مرقة قوي قبل ما احط الدقيق. لكن لو كانت يابسة كنا هنحط لها كمان شوية لبن او شوية مية. على فكرة اللبن الحليب اللي كان معايا ده كان دافي، اللبن الحليب كان دافي، مش كان سخن، مش كان بيغلي، مش كان ساقع، كان دافي. شوفوا العجينة لمت نفسها ازاي، ولمت الطبق ونضفته ازاي. بصوا ما شاء الله، الله اكبر. عجينة كانت ناجحة جدا جدا جدا، يعني مش هنحط دقيق تاني، هي كده تمام. نعجن بقى احنا فيها كده، يعني براحتنا احنا كده، بندي احنا شوية خدمة زيادة، خدمة من عندنا احنا ليها كده. لكن هي تمام قوي يعني، ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك يا رب. يعني شوفي، تحط ايدك العجين مش بيلزق في ايدك، خلاص هي خلصانة. اللهم بارك يا رب. بس انا بحب اعجن فيها شوية زيادة، معلش بقى، بس ده على فكرة بيديها، بيخليها تصحي معاكي اكتر وتنجح اكتر واكتر. هنسيبها بقى ونغطيها عشان تخمر. ده الشمر على فكرة والسمسم والحبة البركة، هنغطيها بقى عشان تخمر. ده الدقيق اللي اتبقى على فكرة، عشان كده بقول لكم ان هي 2 كيلو الا ربع، ما دول كانوا 2 كيلو، فاحنا خدنا تقريبا 2 كيلو الا ربع. نصبر بقى شوية ونستناها ما تخمر ونيجي نقطع مع بعض العجين. بصوا كده خمرانة خالص اهي، شفتوا؟ هنلمها مع بعضها الاول. الصينية بتاعت الفرن دي احنا حاطين فيها زيت، هنحط فيها زيت ونمسحه مع بعض دلوقتي. احنا كده عملنا الخمر بتاعها، بططنا الخمر بتاعها اهو، عشان هنسيبها ترفع شوية كمان في الصواني كمان. عاوزين بقى يا جماعة تعملوا الزيت بالفرشة، اعملوا الزيت بالفرشة، بس انا بقى عملتها بايدي عشان الفرشة بتاعتي ما كنتش لاقياها، او كنت يعني الفرشة ما كانتش عاجباني فانا رميتها. بصوا بقى التكويرة، وايديكم مدعسة الزيت.
الزيت اصلا بيدي لمعه العجين كده، يعني لو سبتها شويه وشها ما يغيرش، مش شاي تاني زي ما هو كده. اهو زي ما انتم شايفين كده، ونخلي فيه وسع بين كل واحده والتانيه عشان لما نبططها ما يلزقوش في بعض، ولما تخش الفرن ما يلزقوش في بعض عشان بترفع تاني في قلب الفرن. ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. الاشتراك واللايك بعد اذنكم، واسمعوا الفيديو الاخر عشان ما يفوتكوش حاجه فيه. اسمعوا الفيديو الاخر هتتعلموا تفاصيل كتير وحاجات كتير والله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين؟ جيت اعملها لقيتها لسه بصوا بتلم، بس قلت استنى شويه. جيت اعملها تاني، لا كده ما لمتش، كده لقيتها تمام. بططناها اهوت، والحته اللي تبقى مش مظبوطه فيها اظبطيها كله بايديكي اهو. الحته اللي مش مظبوطه فيها دي هرجع اظبطها تاني برضو، مش انا ما خدتش بالي منها في الاول، بس ظبطتها بعدين اهوت. واحده واحده كده اهوت، زي ما انتم ما شايفين كده، زينا بنعمل قراص الفطيره كده. اللهم صل على سيدنا محمد. شفتوا كل حاجه بالتفاصيل اهي، واحده واحده. ان شاء الله كلكم هتتعلموا، وان شاء الله تعملوها 90%، ان شاء الله 95% لو عملتوها بنفس الطريقه بنفس الحركات دي. يا حلاوه يا ولاد، احنا الفلاحين ما شاء الله، الله اكبر. لا يطلع مننا حاجات حلوه والله. ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بصوا الجمال والحلاوه. نصبر بقى ونشوف هنعمل ايه، عشان احنا نستنى على العجينه شويه كمان عشان ترفع. دي بقى يا جماعه قشطه، قشطه بلدي. انا بجيب اللبن حليب عندي في البيت وبسيبه يروب، وباخد القشطه وبعمل الباقي جبنه، لان الجبنه دلوقتي بقت غاليه قوي، والقشطه بقت غاليه قوي، والسمنه البلدي كمان اللي هي الزبده البلدي بقت غاليه. فباخد القشطه دي اعملها سمنه، او اسيبها قشطه لو احنا عاوزينها قشطه، واعمل الباقي بتاع الحليب جبنه. خدنا بقى منها كده حاجات بسيطه كده على القرصه، بتديها ريحه وبتديها طعم، ومش بتتحرق ولا حاجه خالص زي ما شفتوها. شوفوا بقى السوا، احنا بقى سويناها كمان مش محروقه ازاي وما فيهاش اي حاجه ازاي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم بارك. والله هتعملوها احسن مني، ان شاء الله هتعملوها احسن مني. اشوفكم في فيديو جديد، وشجعوني واعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك، وباذن الله هتبقوا كلكم احسن مني. مع السلامه، يا رب اشوفكم دايما سعداء يا رب.